الدراسة على الأبواب والأمراض بقى والأوبئة والعدوى خلاص مستنيانا. هقول لك 5 خطوات لو اتبعتيهم هتحمي ولادك طول السنة من العدوى. أول خطوة، لازم نعلم الولاد يحافظوا على نظرتهم الشخصية كويس جدا، يغسلوا ايديهم قبل الاكل وبعد الاكل وبعد دخول الحمام، ولو مش متاح ان هم يغسلوا ايديهم نقدر نخلي معاهم وايبس او كحول طبي على طول في الشنطه. تاني حاجه، اللانش بوكس بتاعهم لازم يكون صحي، ما ينفعش يحطوا لهم فيه حلويات وسكريات على طول، لازم يكون فيه عصير صحي ولازم يكون فيه كمان خضار وفاكهه. تالت حاجه بقى معانا، لازم نعلم ولادنا ان هم ما يستخدموش حاجات غيرهم، لازم يستخدموا حاجتهم هم بس الشخصيه. رابع حاجه، في حاله ان هم عندهم برد او كحه نقدر ان احنا نحميهم، نلبسهم كمامه، لو ضروري ان هم لازم يروحوا المدرسه يلبسوا كمامه ويحاولوا ما يختلطوش مع غيرهم. لو مش ضروري اليوم ده مهم ان هم يروحوا المدرسه، يا ريت نقعدهم في البيت عشان نحافظ على صحتهم وصحه غيرهم. خامس حاجه واهم حاجه، النوم، لازم يناموا عدد ساعات وافيه من 6 ل 8 ساعات متواصله، بيحمي المناعه وبيعزز جهاز المناعه وبيساعد جسمهم ان هو يبقى اقوى. تابعي ال5 خطوات دول وصدقيني هتلاقي ولادك صحيين وان شاء الله ما فيش عدوى طول السنه. وشاركوني وقولوا لي ايه الخطوات اللي بتعملوها صحيه مع اولادكم فرقت معاكم طول السنه الدراسيه.